يا مساء الخير، عاملين إيه؟ طبعًا إحنا لسه مستمرين في أول تحدي بدأناه في سنة 2025 اللي هو التحدي البداية القوية، لو خلاص ناقص لنا يومين والتحدي يخلص. عايز أقول لكم إن التحدي ده يعني لو حد لسه ما بدأش ممكن نبدأ تاني عادي، ما فيش مشكلة، إحنا كده هنعمل تحديات كتير ورا بعض. النهارده بقى يوم كان مميز جدًا لإن وجباته كانت مميزة جدًا. بُصّوا بقى النهارده عملت في الفطار، جِبت كده، طبعًا إحنا بنستخدم خلاص سمنة طبيعي تمام، وقطّعت عليهم شوية فلفل أخضر رومي وشوية بسطرمة كده. عشان برضه إيه، مش كل يوم يبقى البيض طعمه متكرر معانا، لأ بنغيّر شوية. ما فيش مشكلة إن إحنا نعمل إيه، شوية بسطرمة مع شوية فلفل وننزل إيه، بالبيض عليهم. طبعًا بنخلّي البسطرمة والفلفل يتشوّحوا الأول في السمنة وبعد كده بننزل إيه، بالبيض. لو أنا ما حطيتش ملح بصراحة، هي كانتش مستاهلة ملح، وطبعًا فلفل أسود. وده بُصّوا بقى إيه، الوجبة بقى إيه، النهائية بتاعة الفطار. كان معانا الجبنة ملح خفيف، ممكن نستخدم جبنة قريش، كل ده حلو جدًا. وطبعًا ما ننساش بقى إيه، الخضروات بتاعتنا، أي حاجة متاحة موجودة عندنا نستخدمها ناكلها. أنا كان معايا خيار، وطبعًا البيض بالبسطرمة. طبعًا إحنا خلاص ما بناكلش عيش، بنقلل منه على قد ما نقدر. شربت النهارده لبن، كوباية لبن، نُص كوباية لبن بدون سكر، فكان فطار حلو جدًا وكان جديد. بُصّوا بقى وجبة الغدا دي يا ريت تجربوها، أولًا سهلة، مش مكلفة، مشبعة جدًا، 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 وصحية جدًا، فيها كل الأنواع. أنا أول حاجة سلقت الخضار، الخضار اللي عندكم، أنا معايا بطاطس، بسلة، فاصوليا، لو عايزين تحطوا كوسة، جزر، كل ده حلو جدًا. وجبت شوية فراخ بانيه حسب المتاح الموجود، تبلتهم بس تتبيلة بسيطة جدًا، ملح، فلفل، روزماري، وبصل متقطع عليهم، بس مش أكتر من كده. هاجيب الطاسة بتاعتنا، برضه بسمنة طبيعي كده معلقة، هنبدأ نشوّح فيها الفراخ. هي الأكلة دي ميزتها إن هي سريعة مش متعبة في المطبخ، يعني ما حدش هيتعب وهو بيعملها. بُصّوا الفراخ، حطيت الفراخ قعدت تتشوّح، هي ما بتاخدش وقت كمان، بسرعة جدًا بتلاقي اللون بتاعها بيتغيّر. شوية على الوش ده وشوية على الوش التاني، لغاية ما الفراخ تستوي. في نفس الوقت طبعًا الخضار بتاعنا بيبدأ إيه، في المَيّة السخنة عشان خاطر يتسلق. بياخد حوالي ربع ساعة، برضه الفراخ تقريبًا برضه ربع ساعة، تِلت ساعة، أنا قلبتها على الوش التاني. وعقبال ما خلاص الخضار بتاعنا كان استوى، بدأت بقى أطلّعه خلاص، أصفّيه من المَيّة وأطلّعه في طبق. زي ما أنتم عايزين، حطّوا الخضار اللي أنتم بتحبوه زي ما أنتم عايزين. أنا في برضه بعد ما سلقت البطاطس والبسلة والفاصوليا، حطينا شوية بس بروكلي، إن هو بياخدش وقت في اللي هو يستوي أو يتسلق يعني بسرعة، فحطيته يا دوبك، هم كانوا 5 دقايق وطلّعته على طول. طبعًا في طاسة تانية، أو آسف، بحلة بقى، مع برضه سمنة طبيعي، عملنا إيه، الرز الأبيض. طبعًا لازم الرز الأبيض جنبها، شوية الملح والفلفل بتاعنا والمَيّة السخنة، زي ما أنتم عارفين طريقة الرز اللي بتعملوها تمام جدًا. ده شكل بقى الفراخ، بُصّوا بعد إيه، ما بدأت تستوي خلاص. بعد ما طلّعت الفراخ خلاص، في نفس الطاسة، ما زوّدتش السمنة تاني ولا أي حاجة، هي في نفس الطاسة في السمنة اللي كانت موجودة، هاشوّح فيها إيه، الخضار. ممكن تدوقوا الخضار. بُصّوا بقى شكله بقى عامل إزاي، البطاطس نفسها بُصّوا خدت اللون بتاع الفراخ نفسه، فكان شكلها تحفة. ممكن بقى تزوّدوا طبعًا شوية ملح أو فلفل، أنا حطيت عليه كمان شوية زعتر، فكان الطعم لذيذ جدًا. بُصّوا هي خدت كده إيه، من طعم الفراخ بالسمنة، فكان الخضار اتشوّح بشكل جميل جدًا. هنا بقى إيه الطبق النهائي خلاص بعد ما خلّصنا، آدي الرز، وهننزل طبعًا بقطع الفراخ المتشوّحة. بُصّوا أكلة جميلة، فيها إفادة، فيها كل أنواع يعني الأكل، البروتين وخضار ونشويات وكل حاجة إحنا محتاجينها. عايزكم برضه تقولوا لي أنتم بتعملوا الأكل إزاي، يعني عايز نشارك مع بعض الأفكار عشان نشجّع بعض أكتر، عشان نستمر ونوصل إن شاء الله لهدفنا. بُصّوا الفراخ شكلها حلو جدًا، ولا قلي ولا بقسماط ولا زيت ولا أي حاجة خالص، حاجة صحية جدًا وخفيفة على المعدة، ولا هتحسّوا بأي تعب ولا أي حاجة. أكلة حلوة جدًا وخفيفة. وبُصّوا كمان هاوريكم بقى شكل الخضار، طبق خضار كده كبير كده، كلوه حلو كده، بُصّوا عامل إزاي، شكل البطاطس شكلها تحفة، تحفة، لازم تجرّبوا الوجبة دي. العشا برضه كلوا اللي أنتم عايزينه، كلوا فاكهة أو زبادي، كل ده كويس جدًا. يالّا قولوا لي عملتوا إيه النهارده، بالهنا والشفا، شكرًا ليكم، سلام.